صباح الفل، صباح الهنا على متابعين مطبخ تيتا زيزي. الأول هنسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. دعوة المرضان يا جماعة ودعوة لكل عزيز وغالي فقدناه. يلا حبايبي ما تنسوش اللايك بقى للعيش اللي هيبقى جميل ده، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. هتعملي ايه يا تيتا؟ هنعمل عيش دقيق الحبة الواحدة. عندك دقيق واشتريتي دقيق الحبة الواحدة اعملي، ما عندكيش اعملي زي ما انا عاملة كده. مع ذلك والله انا جبت الدقيق يعني. هنا هنحط كوبايتين دقيق، وهنحط عليهم كوباية ردة زي ما انتوا شايفين كده. حطينا كوبايتين الدقيق وعليهم كوباية رد كوباية ردة هتحطي عليهم تاني ايه يا تيتا؟ هنحط كيس الخميرة، هنحطه كله يا جماعة. كيس الخميرة كله عشان دي معجنات خبز عيش، لازم يخمر ويقب كده ويبقى حلو. فهي معلقة يعني، هو الكيس معلقة. وهنحط برضو ربع كوباية يعني حاجات بسيطة كده، بيكنج باودر، واللي هي بقى ذرة الملح. بس هو الخبز هو كده بس، الخميرة والملح والمية. كده بقى ايه، نقلب كل المكونات دي على بعضها كده. تسمي وتصلي على الرسول كده، عشان ديت حاجات معجنات لازم تصلي كده وتكبري كمان وانتي بتعجني. نقلب ذرة ملح كده زي ما قلت لكم، الدقيق والملح الملح والخميرة، ومعلقة سكر برضه. تحطي نص معلقة سكر، عشان السكر يا جماعة هو اللي الخميرة بتتفاعل معاه، فالحاجة تخمر على طول. السكر والملح والخميرة وذرة الملح. ودي بقى كوباية مية دافية، دي كوباية مية دافية حطيتها. وهنقلب وهتشوفوا بقى معايا كده هو أخد قد إيه مية. عشان طبعا دوت انا حاطه رد على دقيق. الدقيق كله يا جماعه ما بيبقاش زي بعضه فعلا، انت والدقيق في ايدك وانت والعجينه في ايدك. بس برضو انا هقول لك هو خد قد ايه ميه. تفضلي بالمعلقه كده، هو ابو رده ده يعني بيتشرب على طول. ما تنسوش اللايك يا حبايبي، بالله عليكم ما تنسوا اللايك. كده ايه، انا لقيتها ناشفه. جبت كوبايه ميه كمان، هنشوف هناخد منها قد ايه. انا خدت منها زي ربع كده يا جماعه، يعني كوبايه ميه كوبايه ميه، واقل من الربع كمان شويه، او الربع ميه. وبقت العجينه زي الفل. العجينه دي بقى تفضلي تعجني فيها كده، كل ده هيتشرب. هي لسه مرقه شويه العجينه فهتتشرب. العجين ده بقى يا جماعه دوت، احنا بدل ما بنشتري العيش من بره اللي هو الحبه الواحده ده، لا احنا هنعمله في البيت. لان بتاع بره بيبقى فيه لبابه كده من جوه، وبيبقى يعني الرغيف صغير كده، وتفتحيه تقعدي تشدي منه عجين من جوه والبابه من جوه، فما بيبقاش يعني قد كده. فاحنا نجيبه ونعمله كده في البيت، هتعمليه جميل وهيقب كده. هتفتحيه من جوه ما تلاقيش فيه اي لبابه من اللي احنا بنشتريه عادي من بره ده. وبعدين عيش الحبة الواحدة برضو بيبقى جميل وبيبقى طعمه حلو جدا يا جماعة، بس بقى لما تعمليه في البيت طبعا. كده انا هشيل المعلقة. وايه، هنحط حبة يعني لو حطيتي حبة زيت كده ايوه حبة زيت كده بس تلمي بيهم العجينة. بصوا العجينة يا جماعة اتشربت وبقت زي الفل. نقطة زيت صغيرة بس تلمي بيها العجينة. والدقيق ده بالذات يا جماعة لما بتعجنوه ما تلاقيش ايدك بقى زي الدقيق التاني ده، تلاقي ايدك كلها بقى مليانة عجين وتقعدي تشدي وتغسلي فيها. دوت ما شاء الله الدقيق ده ما تلاقي. بصي ايدي زي الفل. كده غطيناه وهنسيبه شوية يخمر، وبعد ما يخمر هنشوفه ان شاء الله هنعمل ايه. كده ايه، احنا سيبناها شوية. بصوا يا جماعة بقت قد ايه، هي ما كانتش كده، هي خمرت. كده ايه، هنقطعها. هنجيب صينية هنرش عليها ردة. بصوا يا جماعة العجينة ملبن ملبن.
هنجيب بقى صينية هنحط عليها طبعا ردة، وتعوسي ايدك كده زيت عشان ايه يعني اما وانتي بتقرصيه كده مفيش حاجة برضو ايه تبقى ايدك نضيفة زي ما انتوا شايفينها كده، يعني قد السفنداية كده. هنا الصينية هي هنرشها كده بالردة. الردة يا جماعة هنحطها على الصينية عشان بس العيش ما يلزقش، بس مش اكتر من كده. بس كده تمام قوي كده. بقى هنقرص ونحط كل اللي احنا هنقطعه عليها. بصوا قد السفندية كده هتقطعيها. ولو عندك بقى الفرن الكبير قوي دوت اللي هو بالانبوبه ده التاني الكبير الصاج الكبير ده، عادي عايزه تقطعيها كبيره بقى وتعمليه العيش الكبير ده اعملي. انما انا الفرن بتاعي يعني عندي فرن كبير وفرن صغير، بس انا مش عايزه يعني الكبير قوي ده. احنا بنعمل الصغير دوت بيبقى حلو، تحطي فيه حته جبنه، تحطي فيه مربى، بيبقى حلو. انما انتوا بقى لو عايزين تعملوا الكبير اللي هو الفلاحي ده وعندكم الفرن الكبير ده، عادي اعملوا زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. بس اهم شيء تبلي ايدك زيت عشان ايدك تبقى نظيفة كده، وتبقى ايه تعرفي تقرصي كده وايدك تبقى نظيفة، ما تبقاش متدهولة عجين. الله على الجميل بجد يا جماعة. الحاجة البيتي بتبقى نظيفة وبتاكليها بنفس وبتبقى حلوة ما شاء الله. والله يا جماعة انصحكم تعملوه في البيت احسن. حتى لو مش عايزين ابو رده التاني ده، عايزين تعملوه اللي هو العيش الدقيق الابيض، عادي اعملوا برضه واخبزوه في البيت، يعني مش مبلعة يا جماعة. كده هنغطيه بقى ونسيبه يخمر برضه تاني، يرفع يعني العجينة تستريح، وبعدين نبطط بقى ونخبز على طول إن شاء الله. كده بصوا يا جماعة هي تضاعفت ازاي، بقت قد ايه كده. هي خمرانة يعني تبطيها كده تلاقيها تتبط كده بالخمر بتاعها، يعني كده هي خمرت برضه. انت العيش يا جماعة لازم تسيبيه لما يخمر، لازم عشان يقب معاكي كده ويبقى حلو. هنا بقى انا رشيت حبة دقيق برضه، دقيق الحبة الواحدة ده مش دقيق ابيض، وهنبططه زي ما انت شايفاه كده. وده بقى انا مش هحطه عندي الفرن الصغير يعني اللي يجي على قد العيش ده، يعني ممكن احط رغيفين في الصاج. انت لسه عند عمرو يا تيتا؟ والله لسه عند عمرو. الفرن اللي هنا صغير، انما اللي عندي هناك كبير، انما اللي عند عمرو هنا صغير. فانا هعمله زي ما انتوا شايفينه كده، وهنملى بقى طبعا هعمله كله عشان بقى اما تقفي على البوتاجاز تخبزي تبقى كله جاهز، يعني ما تبقاش ايدك هنا وايدك هنا، تبقى انت متبهه للي على النار. بس هو كده يا جماعه، مش هكبره عن كده. بسم الله ما شاء الله، العجينه جميله جدا جدا. بصوا زي ما انتوا شايفينه كده، بسم الله ما شاء الله جميل جدا، والعجينه جت جميله. بصوا بقى تيتا اتصرفت ازاي. انا ساعتها ما لقيتش دقيق الحبه الواحده، رحت جايبه الدقيق الابيض، ورحت جايبه الرده وعملته كده، هو كده زي الدقيق الحبه الواحده برضو. بس انا دلوقتي والله اشتريت. هنعمل بقى سلسله معجنات مع بعضينا كده بالدقيق الاسمر ده، سلسله معجنات هتعجبكم جدا. ايه ما عماله تتقلبي ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه رايكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة خمرت خالص ازاي، بسم الله ما شاء الله. لازم تسيبيها تقرصيه، لازم تسيبيها، تسيبي العجينة بعد ما تقرصيها تسيبيها ترفع. يعني مع الرفعان ترفع تستريح زي ما بتقولوا. طبعا وهي بتستريح او وهي بترفع كده بتخمر تاني برضو. بس يا تيتا ما تكبريش اكتر من كده يا تيتا. بصوا الجمال، والسمك بتاعه ده برضو حلو عشان ما تبقاش فيه لبابة من جوه، ويبقى كله عجين من جوه، يبقى العيش حلو كده وما يبقاش فيه عجين. كده احنا خلصنا يا حبايبي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى هنحط ايه صينية على النار.
بس برضه يعني أنا سِبته شوية، أنا سِبته بتاع 5 دقايق كده برضه تاني، وحطيت صينية على النار وحطيناه يتخبز، بس المقطع الأخير ده بقى لمّا اتخبز، المقطع الأخير خالص ده ما لقيتهوش، كده المقاطع اللي هي اللي عليها الرَك كلّها اتعملت قدّامكم، صحة وألف هنا يا حبايبي، يا رب على اللي يعمله، صحة وألف هنا، والسلام عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، ما تنسوناش في اللايك يا حبايبي. وزي ما انتم شايفين كده كل المقاطع اتعملت قدامكم. سلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد.